فارق دنيانا فغدا سنفارق دنيانا في حاجات كثير بنعملها بتمر علينا في حياتنا واحنا ما عارفين النبي صلى الله عليه وسلم امر فيها بامر او نهى عنها بنهي. فتضيع علينا فرصه ان احنا نكتسب الاجر ان نمتثل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الامور دي انه من السنه انك لما تيجي عشان تلبس حذائك انك تلبسه انت جالس وما تلبسه انت واقف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما. ومن السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشخص يلبس حذاء في قدم والقدم الاخرى تكون حافيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي احدكم في نعل واحده وليلبسهما جميعا او ليخلعهما جميعا. ومن السنه انك لو جالس في مكان وجاء جزء من الشمس عليك والجزء الثاني كان في الظل، من السنه انك تقوم من المكان ده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الفيء وتقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. ومن السنة إنك ما تأكل الأكل وهو ساخن وحار، إنك تسيبه لغاية ما يبرد شوية، لغاية ما تكون قادر على إنك تأكله من غير تكلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرد الطعام فإن الحار لا بركة فيه. ومن السنة إنك لما تيجي عشان تأكل ما تأكل وإنت متكئ ولا وإنت منبطح على بطنك، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا أو منبطحا على البطن. فلما تلاقي واحد بيأكل وهو متكئ ذكر، قول له: يا شيخنا الله يجزاك خير، دي ما من السنة، عشان تكون أحييت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ونفعت بها غيرك. ومن السنة إن المغرب إذا أذن والأولاد بيلعبوا في البيت، من السنة إنك توقفهم عن اللعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غابت الشمس فكفوا صبيانكم فإنها ساعة ينتشر فيها الشياطين. ومن السنة إنك تطلقهم بعد ساعة من المغرب، يعني بعد ما يأذن المغرب تسيب ساعة ساعة ونص وقوم تطلقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم. ومن السنة إنك لما تلاقي اثنين قاعدين جنب بعض ما تقعد في وسطهم إلا تستأذن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا أن يستأذن. لما تلاقي واحد عمل عملية دي تذكر وتقول له: دي ما من السنة، بل إنه من السنة إنك بعد ما تشرب اللبن تتمضمض. شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض وقال إن له دسما. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرب اللبن وتمضمض قال لي إن اللبن فيه دسامة. ومن السنة إن يكون سحورك في رمضان التمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحور المؤمن التمر. ومن السنة إنك بعد ما تأكل وتخلص أكل تلعق أصابعك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يعني كان شايل طفل صغير عليك وانت قاعد تاكلي تديه بقايا أصابعك، ده من السنة. ومن السنة إن لو وقعت لقمة في الأرض ترفع وتزيل عنها ما ألحق بها وتأكلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليزل ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان. ومن السنة إنك لما تيجي عشان تنام إنك تنفض السرير بإزارك أو بملاية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه.
ومن السنة إنك ما تجمع ما بين الزبيب والتمر في السقاية. يعني لما تيجي تعمل خشاف في رمضان مثلا، ما تسقي الزبيب مع التمر ماء ما يكون واحد، تعمل خشافك زي ما هو في كل المكونات اللي فيه، لكن يا بالبلح يا بالزبيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، انبذوا كل واحد منهن وحده. بل وإنه من السنة عند نزول المطر إنك تجعل المطر يلامس بدنك قدر المستطاع. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه تعالى. لما تلاقي فرصة إنك تعمل أي حاجة من الحاجات دي، أعملها وبادر، عشان تكون أحييت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنك تكون امتثلت لأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، وعشان تنال فرصة في إنك تكون من الناس اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عشان لما تقابله في الحوض إن شاء الله تقول له: يا رسول الله أحييت سنة أميتت من بعدك فاشفع لي.